يسألوني أنت ضد إنهاء الحرب أو استمرار الحرب، أنا راح أختار استمرار الحرب وبقوة. أحكي لك ليش. إسرائيل عندها مجلس اسمه مجلس الحرب، يعني ما عندها مجلس اسمه الدفاع أو مجلس المناقشة، لا، مجلسها دائما منذ الأزل اسمه مجلس الحرب. ما سألت حالك ليش اسمه هذا المجلس مجلس الحرب؟ لأنه أصلا إسرائيل خلقت للحروب، خلقت مش للسلام، خلقت أن تسعى فسادا في الأرض وقتل عن جنب طرف بالأرض. فلهيك عندها مجلس اسمه مجلس الحرب. إسرائيل من عام 2023 وهي بتحارب، ما وقفت ولا يوم، فتحت عدة جبهات حرب عن عدة دول عربية وعلى حدودها وعلى كل مكان. ليش؟ لأنه هي بالذات عارفة بكتابهم التلمود الديني أنه هاي الحرب بالذات حرب عقائدية دينية، يعني حرب وجود. يعني إذا وقفت الحرب هاي الإسرائيل يعني هزيمة إسرائيل. وإحنا أصلا كدول عربية المفروض نصحى ونضرب إسرائيل بالوقت هذا. ليش بالوقت هذا؟ لأنه اقتصادها منهار، لأنه شعبها متشتت، لأنه دولتها متفتتة، لأنه قوتها ضعفت، لأنه افتتاح كمان جبهة وجبهتين عليها حرب، جبهات جديدة يعني نهاية. وأنا ضد إيقاف الحرب لأسباب كثيرة، منها إذا أوقفنا الحرب رح ترجع تسلح نفسها إسرائيل، إذا أوقفنا الحرب رح ترجع ينعش اقتصادها من جديد، إذا أوقفنا الحرب راح تنشئ قوة غير عن القوة الماضية، وإذا أوقفنا الحرب راح ترجع تسيطر على كل مكان أكثر من الماضي بكثير وأضعاف أضعاف. وإذا أوقفنا الحرب راح تتحالف مع دول أكثر من الدول المتحالفة معها الآن. برجع بحكي لك في تعتيم إعلامي ضخم جدا، وهم اللي بيتحكموا بالإعلام في داخل تل أبيب. في تعتيم إعلامي لشعبهم اللي قاعد بتهجر يوميا، في تعتيم إعلامي لشعبهم اللي مش عارف يعيش من سنة 2023 لهسه، عيش زي أول وعيش زي الماضي. في تعتيم إعلامي إنه شعبهم قاعد تحت الملاجئ يمكن حوالي ما يقارب تقريبا 24 ساعة. في تعتيم إعلامي إنه حياتهم الطبيعية اللي ما قبل 23 مش حياتهم الطبيعية الآن. في تعتيم إعلامي وهذا مغلق جدا إنه في مشاكل بيناتهم بين القادة والمسؤولين ببعضهم. في تعتيم إعلامي عليهم على خسائر فادحة بالاقتصاد والدولار والشيكل، خصوصا لما ترامب امبارح صرح انه انا لما فتت حرب مع ايران كنت مفكر انه انهي ايران ب3 ايام. ما هو انت فايت بحرب بحارة او بشارع انك تخلص حرب بدولة ب3 ايام. انت ما حسبت انك لما فت حرب بغزة انت تفكر بس اسرائيل اللي فاتت حرب بغزة؟ لا يا حبيبي، امريكا وفرنسا وايطاليا وحتى العرب بيناتهم مين؟ العاهرات، قصدي الامارات. الامارات كمان كانت تدعم بالاقتصاد وتدفع فاتورة الحرب على غزة. فأنت أبو 3 أيام حرب مع إيران أنت قعدت ب2.5 سنين وللآن وما زلت تقاتل في غزة وما طلعت بأمرك في شيء ولا حققت هدف من مجموعة الأهداف اللي أنت حطيتها. فيا رب إنه ينزل الهداية والسكينة على الدول العربية هنا تصحى وتفوق من غيبوبتها ومن نومتها إنه الآن يجب ضرب إسرائيل. الآن إنه الفرصة هاي عمرها ما راح تتكرر، والفرصة هاي عمرها ما راح تيجي لإنهاء وجود الفاسدين في الأرض والبقتل الأطفال والشيوخ والنساء. إنه هاي الفرصة والله العظيم ما راح تجينا. فيا أخوان استهدوا بالله واستبشروا خير. هاي الحرب بالذات مش حرب قصف وقتل، لا لا لا، في حرب منها، في هاي الحرب أكبر من الحرب القصف والقتل والتجويع والتهجير. حرب استنزاف. عارف شو يعني حرب استنزاف؟ إنه أظل أماطلك في الحرب لحتى أخلص لك كل اقتصادك، خليك تنهار اقتصاديا وماديا وعاطفيا واجتماعيا وشعبيا ودوليا، وخليك منبوذ وخليك مكروه، وأخلي سمعتك في الأرض. أخلي الحرب هاي تطول على أكثر مدة عشان أظل أستنزف فيك. مش بس إنه قتل وقصف وكل إشي، لا لا يا إخوان إحنا أوعى من هيك وأكبر من هيك. هاي الحرب بالذات حرب إنه أشلحك كل إشي، مش بس أقتلك أو أقصفك أو أطردك، لا، طرد
زي ما أجيت مشلح حافي عراه راح أطلعك منها حافي عراه ومشلح، فقط لا غير. سلام الله عليكم جميعا.